طيب ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك حبيب اخوك بفيديو جديد المره دي عن تحديث واتساب ام بي الايفون الاندرويد. تمام يا صاحبي، ده التحديث ام بي. اسف اتاخرت في التنزيل بتاعه. يا صاحبي التحديث هنشوف كل حاجه النهارده في فيديو ازاي تحدث النسخه دي. تمام، دي النسخه اللي جنب نسخه المتجر. طبعا نزلت لكم نسخه واتساب فؤاد، فدي ام بي. تمام تمام. خش بقى يا صاحبي كده على النسخه. بس الاول لو انت مش مشترك عندي في القناه انزل اعمل اشتراك القناه وفعل زر الجرس. هحط لك كومنت للفيديو وهسيب لك لينك الواتساب ده في وصف الفيديو، هو ولينك واتساب فؤاد. تمام، دي النسخة اللي جنب المتجر. تمام، خش كده النسخة. طبعا انت تسجل على رقمك عادي، ولو الرقم مسجل عليه انت تنزل اللينك اللي انا هسيبه لك في الوصف. تمام، وتعمل تحديث بس مش تمسحش اللي عندك، هتسيب اللي عندك زي ما هو، هتثبته وتعمل تحديث بتحدث على اللي عندك وينزل اصدار الجديد، مش اكتر من كده. تمام، دي طبعا الشكل الجديد بتاعها اللي هو نزل جديد ده كده. تمام، فده طبعا الشكل الجديد بتاعها اللي هو اتغير. ممكن برضو انت تشيل كل حاجة بالحاجات دي، تشيل العلامة دي تخلي علامة البحث دي كلها كده. تمام، فتشوف بقى مزايا النسخة. عندك هنا يا صاحبي تحديد جهة اتصال، عايز تخش جهة اتصال رقم هاتف غير مسجل، هنا بتخش الشات بتاعك. تمام، هنا الإلغاء. عندك برضو الحاجات العادية اللي هنا وضع الطيران، وضع مظلم، إصلاح تأخير الرسائل اللي هو أرسل النسخة. تمام، هنا مجموعة جديدة، رسالة جماعية جديدة، دردشة مؤرشفة، رد تلقائي، جدولة الرسائل. تمام، شغل الإعدادات. عندك هنا خيارات ام بي. تمام، هنا إعدادات أخرى. عندك هنا كل الحاجات بقى، الإعدادات بتاعتك كلها موجودة، هنا الحاجات العادية. هنا انت تغير لغة التطبيق من عربي لإنجليزي. تمام، هنا فتح أكثر المحادثة، تعطيل الإشعارات العائمة، تعطيل إعداد الأيقونة، وهنا بقى الإعدادات اللي هي العادية طبعا. تمام، تغير حجم السطر، حجم الملصقات، حجم الرمز التعبيري إذا كنت عايز تكبره أو تصغره. تمام، وطبعا الرسالة اللي هي كله عارفها اللي هو الزرار ده، اللي هو انت عايز تقفل الاشارات بتعمل كم بحظرك او هذا عامل كذا، بيطلع لك الاشارات فوق. انت عايز تقفلها بتفعل ده. تمام، اللي هي دي من قام بحظر، تخش عليها وبيجيب لك اللي هو عامل لك حظر او فك الحظر او غير اعداد النسخة عنده كده. تمام، هنا حماية خصوصية. عندك اخفاء اخر ظهور، تجاوز المشاهدة مرة واحدة، توقيف اشارة محولة، اخفاء مشاهدة الستوري، منع حذف الحالات، منع حذف الرسايل. وانا طبعا لو انت عايز تقفل النسخة بتاعتك بباسورد وكده. تمام، النسيم وتغيير الالوان، والزرار ده بيتحرك في النسخة دي بس انت كده كده مش هتحتاجه لان انت بتستعمل واتساب الايفون، فمالوش مش هيبقى ليه لازمة. تمام، هنا كل سمات الواجهات، الستايل والشكل. عندك هنا تغيير نوع الخط، عندك هنا جميع خطوط الايفون، كل الخطوط هنا موجودة وكلها شغالة وجامدة جدا. تمام، خط ده او ده، هنا الحاجات اللي هي العادية، وهنا خط الايفون العريض. تمام، هنا اخفاء لوحة المعرض، النسخة اللي احتاجته للسعادة، وده طبعا لو انت عايز تغير اي لون في الوان النسخة من هنا. تمام، كل الالوان موجودة هنا. والشاشة الرئيسية عندك هنا البر العلوي، كل حاجة برضو خاصة بالبر العلوي موجودة. عايز تغير اللون اللي هو اللون تكون الأيقونة أو الاسم، المكالمات أو الدردشات، الحالة أو المجموعات كده براحتك. تمام، هنا طبعا الستوري، نزل إدارة علامة التبويب برضو اللي هي ديت. عايز تغير فيها أي حاجة، عايز تغير النص بتاعها ده أو اللون اللي هو اللون عدد الأيقونة واللون العدد اللي جوه عدد الأيقونة. تمام، برضو عايز تخفي اي حاجه منهم برضو بتخفيها او تظهرها، مثلا تخفي. بص هنا بيجيب لك الشكل اللي انت بتعمله برضو في الاخر كده مخفي كده، بتشيل دردشات. تمام، تقدر تخفي اي حاجه وتظهرها براحتك. هنا الستوري، كل حاجه خاصه بالستوري، وده طبعا اخفاء ردود الفعل، عايز تخفيها او تسيبها. تمام، ومكالمات، دي طبعا الواجهه بتاعت المكالمات بتبقى شفافه. تقدر تحط هنا باك جراوند جديده، الزر اللي هو اتحط جديد باك جراوند تحطه ايه، ممكن تحط لون واحد عادي ولون متدرج وصورة، تقدر تحط الخلفية بتاعت المكالمات صورة. الزرار ده جديد في النسخة. تمام، وده برضو عايز تغير اي حاجة في الايقونات بتاعتها. وبرضو صاحبي دي الآلة العادية باقي في قلب النسخة. شاشة المحادثة، عندك هنا البر العلوي، كل حاجة خاصة بالبر العلوي موجودة. تمام، كل حاجة موجودة بتعوزها بتلاقيها في قلب النسخة، مفيش حاجة اسمها في قلب النسخة. هنا فقاعات وعلامة الصح، ده اشكال علامة الصح. عندك كل علامات الصح هنا بتاعت الايفون وغير الايفون. تمام، واشكال الفقاعات اللي برضو كل حاجة موجودة.
تمام. وهنا حجم الخط في شاشة المحادثة. تمام. وده طبعا الالوان بتاعت الفقاعات، عندك اللون ده اللي هو هنا اهو، ده لون الخط، واللون الفقاعات اليمنى. تمام. تقدر تغير كل حاجة براحتك. وهنا الصور، تحط صورتك في الرسالة او خلفية. كمان تأكيد قبل ارسال ملصق اللي هو للسيكر، الشكل الجديد وقت زر المرفقات. تعطيل التفاعل عند الضغط مرتين، اللي هو التفاعل مثلا ضغطين على الرسالة بيظهر لك علامة التفاعل دي اللي هي اللايك. تقدر تخفيها برضو. هنا سند مسج، او اللي هو ايه، ما انت بتبعت مسج بيجيلك صوت الرسالة اللي انت بعتها. طلع عندك هنا صاحبي 20 صوت. تمام. غير الصوتين اللي هم بتاعت ايفون دمت. تمام. وانا لما تيجي تستلم رسالة وانت في قلب الشات بيظهر لك برضه صوت. تمام. تقدر تغير الصوت ده عندك هنا 30 افكت. تمام. للاصوات دي تقدر تغير اي حاجة براحتك في قلب النسخة مش عاجباك. النسخة كلها صاحبي بتتغير من اولها لاخرها. تمام. طبعا جوه الشات ده الايموجي بتاع الايفون طبعا، وفي طبعا الايموجي الجديد. تمام. الايموجي كله شغال، ده الايموجي الجديد اهو. الايموجي كله موجود بتاع الايفون كله شغال، مش اي حد في النسخة. تمام. ده صعب تكون النسخة عندك برضو كل حاجة موجودة في النسخة. عندك الستوري، غير الالوان في الستوري برضو عادي جدا، وادي الشكل الايفون في الستوري. تمام. يعني تقدر تغير اي حاجه في النسخه انت عايزها، تقدر تعمل اي حاجه في النسخه. لو مش عارف اي حاجه في النسخه او قدامك واقفه معاك اي حاجه، تقدر تخش تكلمني، اللينك الشات بتاعي هيكون في الوصف. بس متنساش تقدرني وتعمل شكل القناه وفعل زر الجرس وحط لايك وكومنت الفيديو، مش طالب منك اكتر من كده. والسلام يا اخواتي.